السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من وصفات أميرة، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى عملنا فطار كده خفيف وسريع، يعني ما خدش معايا أي وقت. عملنا مكرونة وكفتة كده في صينية بطاطس وسلطة طحينة. يلا بقى نشوف عملنا كل ده ازاي، وما خدش بصراحة معانا أي وقت. يلا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبتدي الوصفة بتاعتنا أو الفطار بتاعنا. بس قبل ما نبدأ كده الوصفات بتاعتنا، ما تنسونيش بقى بالإعجاب والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل وصفاتنا توصل لكم أول بأول بإذن الله. أول حاجة كده عندي المكرونة، أنا مش بحب أحط ولا بصل ولا توم في التخديعة بتاعتها. يعني حطيت شوية زيت كده، وحطيت الطماطم بتاعتي كانت متسبكة جاهزة، وحطيت عليها بقى ايه شوية ملح وفلفل اسود وشوية شطة، بس كده مش هحط فيها اي حاجة تانية. وكانت الجهة التانية معلقة عليها مية، وحطيت على المية ملح وشوية زيت علشان المكرونة ما تعجنش مني وما تلزقش في بعض. طبعا انا موريه لكم الحتت اللي هي المهمة، والحتت اللي هي ايه كلنا عارفينها يعني حيشاها، عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. هنا بقى المكرونة كانت خلاص اتسلقت معايا واستوت، هي بدأت ان انا احطها على الطماطم وابدأ ان انا اقلبها كده واسيبها بقى ايه في الطماطم دي حوالي ربع ساعة لحد اما تكمل سواها خالص مع الطماطم. سهلة جدا وبسيطة، وما بحبش احط عليها بقى ولا فلفل ولا بصل ولا توم، بحس ان هي بتغير لي الطعم خالص. وكنت عامله لهم بصراحة للاولاد ببصل قبل كده ما كلوهاش، فانا لا قلت هرجع بقى ايه لل يعني ايه للطريقة اللي انا معتمداها على طول. نيجي بقى ايه للكفتة بالبطاطس. عندي هنا بقى ايه الكفتة اللي انا كنت مجهزاها معاكم، هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف، فيها وصفات كتيرة حلوة جدا وتتبيلات حلوة جدا جدا. هنا بقى هعملها ازاي، انا كنت محتارة احمرها في الفيجيتار وكده ولا اعملها في صينية بطاطس. قررت ان انا اعملها في صينية بطاطس علشان ايه يعني ناكل ونشبع كده. قطعت بقى، حطيت شوية زيت كده، وقطعت 3 بطاطسات، وحطيت بصلاية كده جوانح، وكمان فلفل حار كده ايه يطعم لي البطاطس. قطعته ايه قطع كده. وطبعا كمية البطاطس وكمية البصل على حسب ما انتي تحبيه، وعلى حسب عدد افراد اسرتك قد ايه. هنا بقى خلاص حطيت البطاطس، هبدأ ان انا اتبلها، مش هكتر توابل خالص. حطيت بس كده ايه شوية كمون، وحطيت شوية فلفل اسود، وكمان حطيت شوية بابريكا. لو مش عاوزة بابريكا عادي، بس بتديها نكهة حلوة كده. خلاص كده هبدأ ان انا بقى ايه احط اظبط الملح بتاع البطاطس، وابدأ ان انا احط شوية مية علشان البطاطس بتاعتي ما تتلزقش معايا. وهنا بقى ايه كنت بقلب بقى البطاطس كده بشوية التوابل الحلوين. وبعد كده هحط الكفتة بتاعتي، دي الكفتة اللي انا كنت عاملاها معاكم. هبدأ بقى ان انا ايه كده ارصها على البطاطس، وهحطها على البوتاجاز تستوي كده على نار عالية. اول لما تغلي ابدأ ان انا اوطي عليها واسيبها على نار هادية خالص لحد اما تستوي. وبعد اما تستوي خالص ادخلها الفرن تحت الشواية تاخد لون حلو كده. وبكده هتكون جاهزة معاكي احلى صينية بطاطس كده بالكفتة، سهلة وسريعة جدا جدا ومش هتاخد وقت معاكي. علشان كده قلتلك فرزي الحاجة عندك في الفريزر، عشان الاكل مش هياخد معاكي اي وقت بعد كده، وهتكوني مرتاحة. حطيت بقى عليها شوية بقدونس كده من الوش يعني للتزيين، وبس كده وخلاص كده كانت جاهزت معايا. هبدأ هنا اعمل بقى شوية سلطة طحينة زي الفل. وفعلا انا معتمدة سلطة الطحينة دي على طول، ما بحاولش ان انا اغيرها ولا اضيف حاجة ولا ازود حاجة. هي دي اللي انا بعملها على طول. جبت بقى فصين توم كده، وبدأت ان انا ادقهم لحد اما يتهرسوا معايا خالص، وبدأت ان انا بقى افضهم في بولة كده. وبعد كده بقى هجيب الطحينة اللي عندي، انا اللي عندي طحينة خام، يعني هزودها بمية. ممكن تستخدمي اي نوع طحينة، ممكن اللي هي ايه مش الخام اللي هي في اكياس، عادي خالص. بس دي بقى ايه خام كده، هبدأ ان انا هزودها مية. بس قبل ما ازودها ميه بدأت ان انا احط عليها بقى نص ليمونة، وحطيت عليها شوية ملح وشوية شطة وشوية كمون، بس كده. وهبدأ بقى ان انا اقلب كل
كل ده مع بعض وكده، وهابدأ إن أنا أزودهم شوية مَيّة، ولا مَيّة بقى سخنة ولا مَيّة ساقعة ولا أي حاجة، هي مَيّة من الحنفية عادية خالص. في ناس تقول لِك سخّني مَيّة، اغلي مَيّة، لأ، هي مَيّة من الحنفية عادي خالص، وكانت معايا زي الفل. بدأت إن أنا أقلّبها كده، حسيت إن هي لسه تخينة شوية، قمت مزوّداها شوية مَيّة، شوية مَيّة صغيّرين كده بشوية مَيّة صغيّرين لحد أمّا القوام اللي أنتِ تحبيه يعني يظهر معاكِ. زي ما أنتِ شايفة كده بدأت إن أنا أحط شوية مَيّة بشوية مَيّة لحد أمّا القوام اتضبط معايا خالص، وبكده خلاص أحلى سلطة طحينة سهلة جدًا، جدًا، ومش بتاخد أي وقت، تنفع معاكِ في أي بقى إيه فراخ مشوية، سمك، أي حاجة، اعتمدي الوصفة بتاعة الطحينة دي حلوة جدًا، جدًا. بدأت هنا بقى إيه إن أنا أفضي الطحينة كده في الأطباق بتاعتي، وزينتها بشوية كزبرة أو بقدونس كده، وجبت شوية بابريكا كده من على الوش، يعني بيديني إيه شكل لطيف كده. بس كده خلاص كده جازت معايا. شفتوا بقى أسهل من كده ولا أسرع من كده؟ فطارنا سهل وبسيط وسريع، ومخدش في ايدينا اقل من نص ساعة كنت محضرة يعني الفطار. هنا بقى عملت شوية سلطة كده بلدي، طماطم على خيار على فلفل على كزبرة، بدأت املحهم بقى بشوية ملح وكمون وشوية شطة وعصرة ليمونة وبس كده. وهنا بقى ايه قسمت السلطة على طبقين كده، لان حماتي بتحب السلطة عليها بشر برتقان، والاولاد مش بيحبوا بشر البرتقان على السلطات، فبدأت ان انا اقسمهم على طبقين. دي بقى البوظة اللي في ناس كتير سألتنا عليها، ايه هي البوظة دي؟ هي بتبقى كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، بتبقى عبارة عن دقيق ومية وسكر وخميرة، وبتتساب بقى تخمر، وبيترش عليها شوية سوداني كده من فوق، بتبقى حلوة جدا جدا. يعني انا بستنى رمضان علشان خاطر البوظة دي. انا طبعا مش انا اللي عاملاها، احنا شارينها، العربية بتيجي بقى ايه كل رمضان تفضل بقى واقفة ايه بتبيع البوظة دي، حلوة جدا جدا جدا. هنا بقى خلاص كانت المكرونة بتاعتي استوت وحمرة وحلوة جدا ومفلفلة زي ما انتوا شايفين وزي الفل. يعني اكل حلو كده وسريع وما خدش اي وقت، وكانت قرفته ما شاء الله ما شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين. اي حد وصل معايا لحد هنا لو نسي يعمل الاعجاب يعملوها يا جماعة، ويعمل لي كومنت كده حلو زيكم، ربنا يفرح قلوبكم. وهنا بقى بنتي جنى عملت العصير البرتقان كنت مخزناه معاكم، اللي هو البرتقان بالجزر، بس خففته شوية، يعني حاسة ان هو خفيف شوية. بس يعني كتر خيرها، هتتعلم المرة الجاية هتعملوا ايه احسن من كده. خلاص بقى كده خلاص حضرنا السفرة بتاعتنا، كل سنة وانتوا طيبين. عملنا المكرونة بالصلصة، وعملنا كمان طحينة، سلطة طحينة سريعة جدا جدا، وعملنا كمان طبق سلطة محترم كده حلو، وكمان عملنا بقى صينية البطاطس بالكفتة. يعني اتمنى الفيديو يكون خفيف على قلبكم، واديتكم افكار كده ايه سريعة وبسيطة تعملوها على سفرة رمضان، مش هتاخد اي وقت منكم ان شاء الله. بجد الاكل كان خفيف جدا جدا وسهل كده وبسيط، والتفريزات نفعت معانا. يعني ايه كل يوم نطلع لنا كيس كده. هنا بقى كنت خلاص نزلت الاكل بقى عند حماتي تحت على الطبلية. الطبلية دي ما فيش احلى من الاكل بتاعها يا جماعة بقى، ولا تقولوا لي سفرة ولا الكلام ده. الطبلية ده اكلها زي الفل كده على الارض كده، يعني حاجة زي الورد. هنا خلاص بقى وصلنا لاخر الفيديو، واتمنى اكون خفيفة على قلبكم، وكمان الفيديو يكون خفيف على قلبكم. ولو عجبتكم القناة ما تنسونيش باشتراك واعجاب وفعلوا الجرس يا حبايب قلبي، عشان كل وصفاتنا توصل لكم ان شاء الله. مع الف 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 سلامة.